زمن انتهت فيه الملاكمة والمصارعة بين البشر. كان لازم يكون في شيء أقوى بكتير وكمان أخطر. مكانش قدام البشر غير إنهم يعملوا روبوتات تتصارع والبقاء للأقوى. ويبدأ فيلمنا مع تشارلي اللي بيجيله اتصال من شخص عمال بيقوله هات الفلوس اللي عليك، بس ده بيتحجج له وبيقوله مفيش شبكة وبيقفل المكالمة. أما هنا بيجيله أطفال عمالين بيقولوله هو مش ده الروبوت أمبوش، فبيشغله بيطلع بيه عندهم ويقول لهم اللي عايز يتصور الصورة ب5 دولار، فبيسيبوه يمشوا ويروح بقى الحلبة الترن. الروبوت أمبوش هيسرع طور ضخم، بس يجي شخص اسمه ريكي ويتراهن مع تشارلي على 20,000 دولار للي يفوز. دخل بقى الروبوت أمبوش للحلبة واستعرض شوية وبعدها دخل الطور وانطلقوا هما الاتنين ودخلوا ببعض، بس أمبوش جابوا الأرض وبعدها قفز من فوقه وده اداله بوكس. بس هنا تشارلي انشغل مع البنات وجه الطور على غفلة ودخل في الروبوت وقطع رجله، وجه بعدها دخل فيه تاني وغزرز قرنه فيه، وده بقى لحد ما جاب أجله. كده الشخص اللي اسمه ريكي هو اللي فاز في الرهان. بس تشارلي حاول يهرب بسرعة قبل ما يجيله، ولما كان بيهرب شاف 2 جايين وفكرهم انهم تبع ريكي، بس دول يقولوله ان زوجتك السابعة ماتت ولازم تيجي للمحكمة عشان ابنك هو. جه ريكي بعدها لقى تشارلي خلع. اما في المحكمة كان موجود الطفل ماكس ابن تشارلي، ودي خالته ديبرا وزوجها مارفن، ودول بقى جايين عايزين ياخدوا الحضانة بتاعته، يعني عايزين يتبنوه. ووصل بقى تشارلي وكان واضح عليه انه هو عمال بيتهرب، عاوز الطفل، وقال له ان هو هيطلع يكلم المحامي، بس دي كانت حجة عشان يستدرج مارفن لبره. واللي قال له ان هو وزوجته عايزين يتبنوا ماكس. وقبل ما يكمل كلامه تشارلي قال له 75,000، فيقول له مارفن ان هم عايزين يروحوا ايطاليا الأول قبل ما ياخدوا الطفل، فيقول له خلاص 100 وهيخلي ماكس معاه لحد ما ترجعوا وتاخدوه. ودلوقتي اتفقوا على إن تشارلي هياخد منه 50,000 الأول وبعد ما يجوا 50,000 تانيين. وبعد ما تم الاتفاق طلع تشارلي كلم شخص يجيب له روبوت جديد. أما دي بقى فهي بيرلي اللي عايشة مع تشارلي في مركز التدريب بتاع الملاكمة اللي هو في الأساس بتاع والدها المتوفي. ودي تقول له لازم تدفع الإيجار المكان عشان قربت أفلس. أما هنا فبيجيله مارفن ويداله 50,000 وسابله ماكس واللي ما كانش شافه من سنين وانطلق. بس ده يقول له هم رايحين إيطاليا ليه؟ أفضل هنا معاك. فتيجي بيرلي وتقول له إن في شخص جاب له روبوت عايز يمشي، فيديله الفلوس وماكس يشوف الفلوس ويقول له أنت بعتني. وبيرلي تبقى تتعرف عليه إنه هو ابن تشارلي وبعدها تمشي. بس الطفل كان عمال يقول له اداله كام، فيقول له 50,000. فرد عليه قال له خلاص نقسمهم وسيبني امشي. ويدخل بعدها لجوه ويشوف الروب الجديد اللي كان هو نويز بوي، واللي كان له تاريخ طويل في القتال مع الكبار في البطولات الدولية. وده بقى لف كذا دولة لحد ما وصل لهنا. والميزة بقى فيه ان هو بيقدروا يتحكموا فيه عن طريق الصوت، فبيحاول شارلي يتحكم فيه بس ما بيتحركش. جرب الطفل بالياباني فبيتحرك، ولما سأله عرفت ياباني ازاي قال له ابنه من الألعاب. وهنا بقى بيرلي بدلت اللغة الإنجليزي وفعلا اشتغل كويس، وده بسرعة يجهز نفسه عشان يروح يتقاتل. بس ماكس يقول هاجي معاك يا إما هرمي المفاتيح، وفعلا راح معاه. وصلوا بقى هما الاتنين لمكان كده الروبوتات، قتال الروبوتات حاجة كده عاملة زي قتال الشوارع، والكل بيتراهن هناك على اللي يفوز. وكل اللي كانوا موجودين انبهروا لما شافوا الروبوت. بس تشارلي يقول لهم انه هو عايز يتقاتل مع اقوى واحد هنا وهياخد 50,000، وده كان هو اقوى روبوت في المكان. وبدأ القتال بين الاتنين، بس كان واضح ان هو اقوى بكتير وكان عمال بيضرب فيه لحد ما تشارلي بدأ يتشتت وتوتر جدا وما كانش عارف يتحكم فيه. وده غير ان هو كان عمال بيديله اوامر غلط للروبوت، واللي كان عمال بياكل ضرب منه ولحد ما قدر هو ان هو يقطع دراعه وكمل ضرب فيه، وفي الاخر طار دماغه وطلعوا بقى البر. وماكس كان عمال بيقول له ما كنتش لازم تختار القتال ده. وراحوا بقى عند نفاية كبيرة عشان يسرقوا قطع غيار يصنعوا منها روبوت جديد، وفضلوا يتسحبوا لحد ما وصلوا لعند الجزء اللي موجود فيه الروبوت. وتشارلي كان عمال بيقول لماكس خلي بالك انت على الحافة، بس ده يسقط وده فضل يتزحلق وعلى اخر لحظة اتعلق في ايد روبوت، وده قبل ما ينزع القناع. اما تشارلي فنزل بسرعة لعنده وقدر انه يسحبه ولاول مرة يحضن ابنه. ولما جم يمشوا ماكس قال له انه لازم ياخد الروبوت ده لانه هو انقذه. بس تشارلي يقول له لا هاته انت. وده فضل يحفر طول الليل عشان يطلعه. اما تشارلي كل اللي عمله ان هو قاعد مستنيه عند الشاحنة، ولما وصل فضل يضرب فيه ورجعوا بقى هما الاتنين لمركز التدريب اللي تشارلي مأجره من بيل. ولما شافت الروبوت قالت لتشارلي انها فضلت جنبه لحد ما نزل بيهم سوا للقاع وخلاص هو فلس وهي قربت تفلس. وفي النهاية تقول
هنا علاقتهم انتهت، فيقول لها تفحص الروبوت اللي ماكس جابه، واللي اتضح ان هو كان روبوت قديم للتدريب، وده كان لسه الواضح انه كان شغال بالمحاكاة، يعني بكل بساطة بيقلد اللي قدام، والخاصية دي نادرة جدا دلوقتي. وبالليل اول ما ماكس يطلع ينضفه بره، وده فعلا بدأ يعمل كده لحد ما شاف اسمه، واللي كان هو اتوم. على طول رجع لعندهم وقال لهم ان هو اسمه اتو، وطلب منهم كمان انه تشارلي جهز له قطار، بس تشارلي كان عمال يرفض، والطفل ما اقتنعش وفضل يقول له لازم نرتب له قطار. ولما خلاص كلهم ناموا قام رايح عند اتوم وشغله، وفضلوا يجروا هما الاتنين في الشارع. اتوم كان عمال يطير كل حاجة في طريقه. وفي تاني يوم بدأ ماكس يتكلم مع بيلي ويسألها عن تشارلي، فقالت له انها تعرفه من زمان جدا، وان هو كان ملاكم لما كان لسه شاب، واللي كان عمال بيتدرب كان هو والد، وهو اللي كان عمال بيدربه على الملاكمة دي قبل ما يموت. ودي قامت مورية صور من الجريدة في سنة 2000 لما كان الملاكم رقم 2 على العالم اللي هو كان نيكو تاندي، كان مشهور في وقتها جدا، وكان مرتب ان تشارلي هيتقتل معاه عشان بس يسخن به. يعني بكل بساطة تشارلي كان داخل ينضرب ويطلع منه، بس محدش قاله على الكلام ده، وفضل يتقاتل مع نيكوي ويضربه فيه لدرجة انه هو كان عمال زي الشبح قدامه ده من كتر سرعته. بس في النهاية انهزم تشارلي في الجولة. وبعدها يقول لبيلي انه هو رايح اتلانتا عشان يدور على اي حد يشارك ده عشان يموله لشراء روبوت جديد، وخلاص همشي. وانطلقوا بقى هما الاتنين لحد ما وصلوا لعند الحلبة اللي بتتم فيها المصارعات العالمية الروبوت، واللي كان مكتسح البطولة كان هو زوس. وراح بقى تشارلي عشان يدور على شخص اسمه فارن، وساب ماكس يلف شوية في المكان، وده بقى يشوف الروبوت زوس وهو معدي، وكل الناس كانوا ملمومين حواليه. وصاحب الروبوت ده كان واحدة غنية اسمها فارن. أما هنا كان تشارلي مع فارن وهم وعمال بيحاول يستلف منه فلوس. وهنا بقى يخرج روبوت كان لسه بيتقاتل مع زوس، والواضح انه هو هنا بيتخانق معاه عشان راح عند الحلبة. بس الواضح ان ماكس كان متحمس جدا وعمال بيقول له رتب قتال لاتوم، فيوافق ويقول له بكرة في الحديقة هتكون النهاية. وده يصحى بقى في التاني يوم ويلاقي ماكس عمال بيتضرب اتوم على القتال. وبعدها راحوا هما الاتنين للحديقة، وهنا ماكس اتحدى الشخص ده على $1000 لو فضل ماكس واقف بعد الجولة الأولى. والروبوت اللي كان هيتصارع معاه كان متجمع من سوق الجمعة ويبدأ بالقتال، وماكس ما كانش عارف يتحكم فيه، أما التاني كان عمال يضرب فيه. والواضح إن آتوم بيتحمل كتير، ولحد ما تشارلي أخد باله من نص الوقت عدى أول جولة يعني، ولكن آتوم يسقط وقبل ما يعدوا ال10 تاني، وده قدر إن هو يصمد في الجولة الأولى، وبكده فاز في الرهان. فراح الشخص ده وقال له لو صمدت تاني جولة لك $2000. وبدأت بقى الجولة التانية، بس المرة دي ماكس ادى له ضربة قاضية، واللي كانت لفت النظام بتاعه خالص، ويبدأ بقى في العد لحد 10 كده يكون فاز آتوم. ولما جم يمشوا جالهم واحد وقال لهم على تاني يوم والفايز ليه $5000. فقام رحت شارل كلم بيلي وكان مبسوط جدا بالفوز ده، وحكى لها على كل حاجة. أما ماك فضل يتدرب مع آتوم على بنظام المحكمة، ولحد ما شغل أغنية ولقى آتوم عمال بيعمل زيه، وبدأ يرقصوا هما الاتنين لحد ما شافهم تشارلي وقال إنه هو هيقدر يعمل جهاز تحكم بالصوت وركبه في آتوم، بس لازم تتحكم أنت فيه عشان بتعرف الملاكمة. بس ده يقول له بشرط إنك تروح لما يكون الروبوت داخل الحلبة. وفي تاني يوم يروح تشارلي لعند آتوم ويدربوا هما الاتنين على الملاكمة، وبقى المسيرة من هنا. والروبوت آتوم دخل في قتال كتير وقدر إنه هو يفوز فيها كلها، وبعدها تيجي لهم دعوة للمشاركة في البطولة العالمية. ولما راحوا هناك قابلوا فارا صاحبة الروبوت زوس، ودي كانت عاوزة تشتري منهم آتوم، وأكيد ماكس رفض، بس تشارلي كان عمال بيحاول يقنعه ويقول له الروبوت اللي هنا قوي جدا وآتوم مش قدهم، ولازم نبيعه قبل ما يتحول لطاب بعد النزال. بس ماكس يرفض، وفي الآخر دخل مع آتوم بالراسة الشهيرة بتاعته. وبعدها بدأ القتال، بس المنافس كان قوي جدا وفي اتنين بيتحكموا فيه، ولحد ما تشارلي قدر يعرف نقطة الضعف فين وبدأ يسيطر على الوضع. كان عمال بيدمر في الروبوت لحد ما واللي كان فايز فيها هو آتوم. ماكس اتحدى زوس قدام الجماهير، ولما خرجوا بعدها البر جاب رجالته معاه ونزلوا بقى ضرب في تشارلي عشان هرب من غير فلوس، وقلبوا كل اللي كان معاه وعلى طول خلع عشان ده في الاخر يودي ماكس لعند خالته بعد ما شاف انه هو مش هيقدر يحميه، وده حتى مرضيش ياخد فلوس. وبعدها قام راح لعند بيلي وقدر يقنعها يجيب ماكس من تاني، وده فعليا قام راح لعنده واخد
عشان يقاتل زوس. لما كانت المباراة على وشك انها تبدأ، قام رايح ريكي وراهن بمبلغ ضخم على ان اتوم مش هيصمد في الجولة التانية. الكل دخل بقى في الحلبة، حتى بيلي كانت موجودة هي كمان. ودلوقتي تشارلي هو اللي هيتحكم في اتوم بالصوت. وبدأ بقى القتال بين بس زوس يجيبوا الارض من اول كده. وقبل ما يعدوا ال10 وقف من تاني، وكان عمال بياكل ضرب كتير من زوس لحد ما زنقوا في الزاوية. وبعدها نزل فيه بالضرب وجابوا الأرض. وبرضه قبل ما يعدوا ال10 قام تاني، وزوس كمل فيه ضرب في الزاوية ولحد ما رد أتوم بضرب في زوس. بس ده جاله من تاني، وده كان عامل زي الغوريلا قدام أتوم. وعدت أول جولة ولسه أتوم واقف. وريكي لما جه يهرب لقى رجال الرهانات واقفين قدامه وخدوه معاهم وكملوا بقى القتال. واللي كان واضح إن الاتنين متكافئين في القوة. وتعدي بقى جولة والتانية ولسه اتوم واقف على رجليه لحد ما زوس قدر يتلف جهاز التحكم بالصوت في اتوم. كده تشارلي ما عادش قادر يتحكم فيه. ولحسن الحظ الجولة انتهت وقام مشغلين نظام المحاكاة. ودلوقتي اتوم هيعمل اللي تشارلي بيعمله. وبدأ القتال، وتشارلي هو اللي كان عمال بيتصارع وزوس وسابه لحد ما تخار وجابوا اخره. ولما زوس خلاص نزل بقى اتوم فيه بالضرب. تشارلي كان عمال بيدمر في بطل العالم كأنه كان عمال بيستعيد مجده من تاني. وقبل ما يخلص عليه انتهى القتال. والحكم هنا حكموا لصالح زوس. بس الأكيد واللي الكل متفق عليه إنه أتوم هو اللي فايز، وتكون دي النهاية. وبس كده. أتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وياريت تدعمونا بالاشتراكات والتعليقات يا إخوانا. سلام.